يا ابني بقالك ساعه تحت الدش بتعمل ايه؟ بص يا ابني، الابهات انواع والكل نوع فيهم طابع خاص. طبعا احنا ما بنعترضش على ابهاتنا ولا على شخصياتهم ولا على اسلوبهم، بس احنا لنا مجموعه ملاحظات كده علشان نعرف نعيش معاهم. عندك مثلا الاب اللي شغال في وزاره الكهرباء، ده تلاقيه ماشي وراك في البيت في كل حته، يطفي النور، يشيل فيشه المروحه، يطفي التكييف، يشيل الاجهزه الكهربائيه. تيجي تتكلم معاه يقول لك يا ابني يا ابني والله مش بخل، بس الاجهزه بتحس. الاجهزه دي زي البني ادم، انت مش بتخش تنام اخر اليوم عشان تستريح، الاجهزه دي كمان يا حبيبي لازم تستريح. ده تعمل معاه ايه؟ ده ملوش غير حل واحد، تقعد في الصاله تستناه لحد ما يخش ينام، ينام كمان، يغط في النوم، تقوم داخل متسحب شايل فيشه المروحه والتكييف والثلاجه وتخش يجي يتكلم معاك ترصه. خلصت الحاجه. تاني نوع ده بقى، ده الاب الباندا، ده عنده منطقه ترهلات شويه في الجزء ده، 24 ساعه في الصيف قاعد لك في الصاله بالفانلة والبتاع، تمام، ويندى عليك وانت في اخر الشقه الناحيه الثانيه، يا خالد يا خالد. نعم يا بابا. تعالى يا ابني والنبي نور الريموت اللي قدامي كده. ويا سلام لو مفيش ريموت. يا خالد. نعم يا بابا. تعالى يا ابني علي التلفزيون شويه. يا خالد. نعم يا بابا. يا ابني انت عليت قوي وطي شويه. يا خالد. نعم يا بابا. اقلب علشان في اعلانات. يا خالد تعالى خلاص بقى رجع الاعلانات خلصت، وهكذا طول اليوم. يا خالد. نعم يا بابا. لا يا حبيبي ما استغناش. وده ملوش في حل واحد بس، اول ما يقول لك يا خالد اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. النوع الثالث ده بقى، ده نوع عجيب جدا، ده متقمص شخصيه صلاح عبد الله في فيلم 365 يوم سعاده. ده اللي هو عباره عن ايه؟ هتقوم ولا ايه؟ ما انت ما قلتش ولا ايه؟ هتسمع الكلام ما هو ولا ايه برضه؟ ما هو نفس الولا اللي قبلها. يا ابني قوم عشان اليوم ده يعدي على خير. يا ابني يا حبيبي اسمع الكلام، اسمع كلام امك. ويا سلام بقى لو امك راحت اشتكت له. طب سيبهولي. ما هي سايبهولي، ما انت ما عملتش حاجه برضه. ويظل هذا الاب على هذا الوضع من غير اي شيء، هو مقضيها اليوم كله حاجتين، وعديها على خير. فانت اسمع وعديها على خير واعمل اللي انت عايزه. النوع الرابع ده بقى، لا النوع الرابع ده بقى الاب اللي دايما مش عاجبه حاله حاله غيره اللي بتحلاله دايما. شرقي بيغرب واشرف نفسه يبقى ايمن. انت نادر كده من غير ما تكوي قميصك يا حبيبي، انت مش مسرح شعرك ليه؟ خد يا بابا. صليت؟ اه يا بابا صليت. عملت الواجبات اللي عليك؟ اه يا بابا عملت الواجبات اللي عليا. نزلت جبت الحاجات لامك من السوق؟ اه والله يا بابا جبت الحاجات لامي من السوق. امال مش مسرح شعرك ليه؟ اي حاجه، اي حته في اي كلام، وهو مش عاجبه اي حاجه في حياته. وده ملوش غير حل واحد بس، معلش وانفد بجد. النوع الخامس ده بقى، ده الاب المدين للاوساخ والمنظف للاسطح، برسيل بعد الظهر 24 ساعه بينظف الشقه ومش عاجبه شغل امك، ماشي بفوطه على كتفه زي السايس ويسال بره ولا مش مصدق، عينه بتجيب التراب اللي ما بيتجابش بالعين المجرد. ده حله ايه بقى؟ لا يا معلم ده ملوش حل، ده سيبه كده ربنا يعينه على دماغه. النوع السادس ده الاب البرنس، يدخل من باب الشقه يسال عليك، محمد فين؟ تروح له، ازيك يا محمد عامل ايه النهارده؟ الحمد لله يا بابا. اخبار الشغل معاك ايه؟ الحمد لله. اخبار المذاكره معاك ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. ويخش ينام، لا تشوفه ولا يشوفك بقيه اليوم الا لو اتقابلته صدفه في الطرق. النوع السابع ده الاب اللي شغال في قناه الجزيره المباشر مصر، ده يعمل لك ايه بقى؟ يتصل لك بعمك او خالتك او اي حد من العيله. يا محمد الواد ابن الكلب العيله بيكلم بنات اول امبارح. سعاد الحمد لله الواد بلغ الحمد لله. يا اسماعيل الواد جاب ملحق كيمياء يا اسماعيل. طب استر عليا. الو يا خالد الواد كان ماشي في الصلاه وخلاص يعني الحمد لله. ده بقى حله ايه؟ ده حله يا حله رمضان كريم يا حله. النوع الثامن بقى ده الاب المتقمص شخصيه عدلي منصور طول الوقت، هو رياكشن واحد. بابا انا نجحت النهارده، جبت النتيجه ونجحت الحمد لله. ما شاء الله يا حبيبي كبرت وبقيت شاطر، ربنا يكرمك. بابا انا اتخانقت مع واحد صاحبي النهارده في المدرسه. ما شاء الله عليك يا حماده يا حبيبي، بقيت بلطجي قد الدنيا، ربنا يكرمك يا حبيبي. بابا انا قتلت واحد النهارده. بسم الله ما شاء الله كبرت يا حبيبي، كبرت وبقيت بلطجي ومجرم قد الدنيا، ربنا يكرمك يا حبيبي. ده تقريبا جاله اعاره السعوديه زمان فدماغه طلعت وسابته قاعد معانا. النوع التاسع ده بقى ده الاب الموجه، وما بيوجهش الا في حته واحده بس، امك. بابا انا عايز انزل اخرج مع اصحابي. روح قول لامك. بابا انا عايز اجيب موبايل جديد.
روح خد من امك. بابا انا ايه رايك البس القميص الاحمر ولا القميص الاصفر؟ اسال امك. بابا انا راح ارتاح، خد معاك امك. يا جماعه انا مش هلدغ في حرف السين، انا بس بسترخمه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب في القناه، ولو ليك اي ملاحظه او اي حاجه يا ريت تسيبها لنا في الكومنتات، وما تنساش تقول لنا ابوك انهي نوع في الاسم.